من القصص اللي تحرق الدم كده وتستفز الواحد وهو قاعد وهو لا بيه ولا عليه. يلا نشوف القصة بتقول ايه. انا مشكلتي باختصار اني راجل متجوز من سنتين وعندي بنت وساكن مع امي في نفس البيت، هي في الدور الاول وانا في الدور التالت، وليا اخوات كمان، ليا 3 اخوات هما كمان في نفس البيت ومتجوزين معايا. المشكله ان زوجتي هي اللي تعتبر الغريبه الوحيده، لان زوجات اخواتي من القرايب وبيعاملوا امي زي امهم بالظبط، وبيقولوا لها يا ماما، واول ما ينزلوا الصبح عندها لازم يبوسوا ايديها علشان هي ست كبيره وليها مقامها. فاصل اقل من الثانيه، فين اللايك، فين الاشتراك، فين التفاعل، ها فين. امم المشكله احنا لسه بقى هنشوف ايه المشكله. المشكله ان مراتي رافضه تعمل زيهم، ما من حقها طبعا، ايه اللي ست كبيره ونبوس ايديها؟ هو حد اصلا بيبوس ايد امه دلوقتي لما يبوس ايد حماته؟ المهم، هي ست كبيره ولها مقامها، الا ومراتي رافضه تعمل كده، وبتقول لها صباح الخير يا طنط بس كده من غير ما حتى تبوس ايديها. انا كلمتها في الموضوع ده كتير اكتر من مره، لان امي زعلانه مني وبتزعل من الموقف ده، وبتقول لي مراتك هي الوحيده اللي بتعاملني وحش، وهي كده بتعملها وحش يعني عشان ما بستش ايديها كده بتعملها وحش. وبحاول اقنع زوجتي عشان امي كل شويه تكلمني، بس هي رافضه لانها جايه من بلد جنبنا غير بلدنا، وبتقولي انا مش هعمل كده مع ماما اللي هي مامتي يعني، وعشان احنا ما عندناش الكلام ده، وانت عايز تبر امك بر امك انت براحتك، انت ما تفرضش عليا حاجه زي دي، انا ليا انا بعمل معاها كده، انت مالكش، انا ماليش دعوه بامك، انا مش من حقي ان انا ابوس ايد امك، ومش مفروض عليا ان انا ابوس ايديها، هو كفايه عندي ان انا بعملها كويس وبتقي ربنا فيها. يا ريت تنصحيها. هو بيقول ايه؟ يا ريت تنصحيها وانا هخليها تشوف الفيديو وتفهميها ان بر امي ده ليه ثواب كبير عندها. لا، هو انت اللي تبر امك وهي ليها تبرها، كل واحد يبر امه، هي مش مفروض عليها ان هي تبر امك وانها تنزل تبوس ايديها وان هي مش عارف ايه الكلام ده كله. لا، هي الموضوع، هي مراتك صح ومن حقها ترفض، وطالما هي بتتعامل في كل شيء كويس معاك ومع اخواتك ومع مراتاتهم ومع مامتك، فهو ده المطلوب. لكن انك تغصبها على تصرف مش فرض عليها اصلا، وتصرف اصلا يعني انا مش عارفه، مستفز بصراحه. يعني ايه اللي اطلع لما اصحى من النوم انزل ابوس ايد حماتي؟ ايه ده؟ لا. بس هقولك على القصة ايه، القصة اللي انتوا عايزين تطبقوا حاجة بس ونظام انتوا عاملينه، يا اما كده يا اما هي تبقى وحشة ونكرهها ونعملها وحش وفي الاخر نطلقها. بس هي دي المشكلة. انت كده لو هي دي مشكلة مراتك بس، يبقى انت كده اللي بتخرب على نفسك وبتخرب عليها، فسيبها براحتها وهي تعمل اللي هي عايزاه. انا مش شايفاها غلطانة.